اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الفاريبلز، بس قبل ما نبدا فيها يعني ايه السطر ده؟ السطر ده معناه ان دي الداله الرئيسيه الانتري بوينت بتاعتنا، والكيرلي براكتس دي ده جسم الداله اللي هنكتب فيه الكود اللي احنا عاوزينه يتنفذ. طيب دلوقتي يعني ايه فاريبل؟ فاريبل ده يعني متغير. بستخدمه ازاي؟ انا دلوقتي اسم احمد، عايز اعرض ان اسم احمد، فهعمل برنت واكتب التكست بتاعي ان my name is احمد. انا كده عملت ايه؟ انا كده هطبع التكست ده اللي هو اسمي احمد. طب ايه الزين دي؟ الزين دي مش زين، ده حاجه اسمها سيمي كولون، يعني دي ستيتمنت ترمينيتور بتعرف المترجم ان السطر ده خلص خلاص، روح للي بعده. عامله زي النقطه او الدوت كده في اللغه العربي او الانجليزي اللي بتعرفك ان الجمله خلصت. دي مهمتها تعمل كده. طب انا دلوقتي لو رنيت سطر الكود ده هيعمل ايه؟ هيطبع لي my name is احمد. تمام. بالنسبه للكود ده ايه اللي ممكن يكون متغير بالنسبه لي؟ الاسم. يعني انا اسم احمد، انت اسمك محمد، غيرنا اسمه علي. فطب بالنسبه لك دلوقتي، طب ما انا ممكن اكتب محمد عادي، ممكن اكتب علي عادي. بس لو احنا مثلا 20 علي وجيت ايه ده انا لا ده ما اسموش علي، ده اسمه احمد، هتنيك تجيب احمد وتجربها 1 2 3 وتعد على 20 ولو 200 ولو 1000. فطبعا روتين وممل ومش طريقة صح خالص انك تكتب كود. يعني معروف ان البرمجة بتسهل. طيب دلوقتي ايه الحل؟ الحل في حاجة اسمها variable، اللي انت تعمل variable متغير. بيتعمل ازاي؟ دلوقتي الفاريبل عشان يتعمل بيحتاج حاجتين: تحدد نوع البيانات واسم المتغير ده ايه. يعني دلوقتي ده تكست، التكست في البرمجة اسمه string، فانا هنا هكتب string. طب ليه كتبتها اس كابيتال؟ لغة البرمجة ليها قواعد. انا لو كتبت اس سمول هو مش متعرف عليها undefined، لكن هو متعرف عليها لو الاس كابيتال. بعد كده بنعرف اسم المتغير. اسم المتغير ممكن يكون اي حاجة اللي انت حابه، بس مش البيست كيس اللي انت تكتبه اي حاجة. انت المفروض تكتبه حاجة بتدل على القيمة اللي بتتخزن فيه. بمعنى لان انت ممكن تسيبه فترة وتيجي ترجع، انت لو لقيت كده انت مش فاكر انت ده بتاع ايه ولا بيعمل ايه. لو مشروع كبير وحد استلمه بعدك، هو لا فاهم ده بيعمل ايه ولا انت فاهم هو بيعمل ايه. فاحنا دلوقتي مين المتغير بالنسبة لنا؟ اسم، فاحنا هنخليه نيم. بعد كده هنعمل السيمي كولون بتاعتنا. طيب انا ليه كتبتها نيم يعني سمول مش كابيتال؟ في برضه في طريقة التسمية حاجة كده زي ايه البيست كيسز برضه. يعني انا ما ينفعش ابدأ برقم هيضرب معاك اصلا، بس عادي يبقى في رقم بعد الاسم. انا ما ينفعش برضه ابدأ بحرف كابيتال، مش غلط، هو هينفع بس مش ده الطريقة الصحيحة. فهنا انا محتاج ان هو يكون سمول. طب في حاجة تانية اسمها كامل كيس. ايه الكامل كيس؟ اللي انا مثلا عايز علي دوت الفيرست نيم بتاعي، فانا هكتب فيرست، بعد كده الاسم التاني كابيتال بقى نيم. فدي الطريقة الصحيحة للتسمية. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا كده رحت للميموري وانشأت مكان وسميته فيرست نيم. طب دلوقتي عايز المكان ده يكون فيه القيمة بتاعتي، فهاجي هنا هاخد الفيرست نيم واحط فيه التكست بتاعي وليكن احمد. فهنا كده الفيرست نيم هي الفيرست نيم، فهي احمد. فدي كده مش معناها فيرست نيم بتساوي ايه احمد، لا، دي assignment اوبريتور. يعني ايه assignment اوبريتور؟ دي مش اللي تساوي بتاعتنا، دي معناها روح على الطرف الشمال خزن لي فيه القيمة اللي على الطرف اليمين. يعني انا عملت ايه؟ جيت هنا خليت ده اسمه احمد وسميته فيرست نيم. تمام. طيب في حاجة كمان هنا، ان لغة البرمجة حاجة اسمها كيس سنسيتيف. يعني انا هنا كاتب فيرست نيم، ما ينفعش هنا مثلا اكتب فيرست نيم، مش هيتعرف عليها، لان زي ما انت كاتب اسم المتغير بتاعك
لازم تناديله بنفس الحروف بنفس كل حاجه، فدي نقطه لازم ناخد بالنا منها. طيب دلوقتي انا عايز اعرض الفيرست نيم، فهاجي هنا هكتب الفيرست نيم. هل كده هيتعرض؟ لا. انا كده لو جيت عملت رن قال لي ماي نيم از فيرست نيم. طيب ليه ما تعرضش؟ لان ده كده جزء من التكست. ازاي يبقى هو ده المتغير اللي انا عايزه؟ بعرفه بدولار ساين. كده انا لو جيت اطبع هيجي يقول لي ان انا اسمي احمد. في حاجة كمان عايزين ناخد بالنا منها، هي ايه؟ انا دلوقتي ممكن بدل ما اعمل الجزء ده كله كده اجي هنا واعمل احمد على طول. فهو لو جيت عملت كده انا اختصرت، قال لي ماي نيم از احمد برضه، بدل ما يعني عرفته الفاريبل وقلت له وحطيت في القيمه على طول مره واحده. بس في نقطه عايزين نجربها مع بعض. انا دلوقتي لو خدت السطر الكود ده وحطيته تحت، جاي لي هنا ايه؟ ان هو في ايرور. ليه الايرور ده جاي ليه؟ الايرور ده بسبب ان البرمجه ستيب باي ستيب، يعني هو هيمشي على سطر سطر ويشوف. هو جه على السطر ده لا في كلمه هو مش عارفها، الكلمه دي مش متعرف عليها undefined بالنسبه له، فهنا ما تعرفش عليها فطبعا كان هيضرب. لكن دلوقتي هو اتعرف عليها، فلازم نعرف الفاريبل بعد كده نستخدمه. فهو ده كده الفاريبل. دي حاجه اسمها داتا تايب موجوده في البرمجه، هنبدا نتكلم فيها من المره الجايه ان شاء الله.